التايب سكريبت هي لغة برمجة عملتها شركة مايكروسوفت، عبارة عن نسخة من الجافا سكريبت. يعني هي الجافا سكريبت ولكن بشوية إضافات حلت بيها مشاكل كتير موجودة في الجافا سكريبت. طيب هي إيه أصلا مشاكل الجافا سكريبت اللي جات التايب سكريبت تحلها؟ طبعا احنا عارفين إن الجافا سكريبت اتعملت في الأساس علشان تشتغل مع ال HTML، بتحول صفحات الويب من ستاتيك عبارة عن شوية كلام وصور ثابتين مكانهم لصفحات انتراكتيف ومتفاعلة مع اليوزرز وانيميشن وحاجات من دي. الفكرة إن اللي عمل الجافا سكريبت من الأساس تحس كده إن هو ما كانش متخيل أبدا التطور اللي هيحصل في الجافا سكريبت. هو كان عاملها بهدف معين وخلاص، فتقدر تقول كده إنها اتكروتت وبدايتها كانت متواضعة جدا. ده أدى إلى مشاكل وتصرفات غريبة كتيرة شويتين مقارنة بلغات برمجة تانية. تعالوا نشوف مثال واحد بس نوضح بيه مشكلة الجافا سكريبت وإزاي التايب سكريبت هتحل المشكلة دي. تخيل معايا إن إحنا عملنا فانكشن زي دي. الفانكشن دي اسمها welcome، المفروض تاخد اسم يعني string وترجع لك جملة welcome to you وبعدين الاسم اللي هي أخدته، ولكن طبعا في الأول بتحوله ل upper case، يعني بتخلي كل الحروف كابيتال. تعال نشغل الفانكشن دي ونطبع الجملة في الكونسول بالشكل ده. هنبعت للفانكشن اسم وليكن محمد، هنلاقيها شغالة عادي مفيش مشكلة. ولكن تعال نجرب نشغل الفانكشن تاني، ولكن المرة دي هنبعت رقم بدل اسم. لغاية دلوقتي كده قبل ما تشغل احنا عندنا مشكلة. الفانكشن المفروض عايزة مني string علشان تقدر تنادي على تو ابر كيس، ولكن انت بعت هنا رقم حتى لو كنت بعته بالخطأ. في النهاية الفانكشن دخلها نمبر او رقم، وهنا مفيش حاجة تنبهك ولا تقول لك خد بالك هنا في مشكلة. فهتعتقد ان كل حاجة تمام، فتقوم رافع الكود بتاعك على البرودكشن وتيجي تشغل، ولكن تتفاجئ ان في ران تايم ايرور بالشكل ده. بيقول لك ان النيم دوت تو ابر كيس از نوت ا فانكشن. فتخيل بقى معايا لو كان في حاجة بتنبهنا وتعرفنا المشكلة دي قبل ما نرفع الكود ونشغله، مش ده هيوفر علينا مشكله تحصل في الران تايم؟ هو ده دور التايب سكريبت. هتعمل لك هايلايت على المشاكل دي اثناء الديفلوبمنت، يعني قبل ما ترفع الكود بتاعك وتشغله. طيب هتعمل ده ازاي؟ هنكتب نفس الكود ولكن بالتايب سكريبت، يعني هنكتب الفانكشن بالشكل ده. هنا كده من خلال التايب سكريبت احنا بنحدد نوع البارامتر اللي هتستقبله الفانكشن دي، انه سترينج. فلو بعتنا لها اي حاجه تاني غير سترينج على طول هتقول لك ان في مشكله قبل ما تشغل الفانكشن. ايه هي المشكله؟ المشكله ان الفانكشن دي لازم تستقبل سترينج، ما ينفعش تستقبل اي نوع تاني غير سترينج. فلو شغلت الفانكشن وبعت سترينج عادي هتشتغل، ولكن خد بالك لو جيت تشغل الفانكشن وتبعت نمبر على طول هتلاقي الايرور ده. خد بالك الايرور ده ظهر لك امتى؟ ده ظهر لك اثناء وانت بتعمل ديفلوبمنت، يعني قبل ما ترفع الكود بتاعك وقبل ما تعمل ديبلوي. فانت قبل ما ترفع الكود عرفت ان في مشكله عندك فتروح تصلحها، فبالتالي كده انت هتضمن ان الكود بتاعك اللي هترفعه للبرودكشن ما فيهوش المشاكل دي. طيب ده كان مجرد كده مثال بسيط بيوضح لك بس الفكره ازاي التايب سكريبت هتفيدك جدا في شغلك. اذا نقدر نلخص اهميه التايب سكريبت في جملتين. رقم واحد انها هتساعدك تتجنب كل الباجز بدري قبل ما تعمل ديبلوي للكود بتاعك. تاني حاجة إنها هتديك ثقة في الكود اللي أنت بتكتبه. لما ترفع الكود بتاعك على البرودكشن هتبقى مطمن إن مفيش مشاكل ساذجة زي اللي شفناها دي. يا رب كده تكون فهمنا ولو بصورة بسيطة إيه هي أهمية التايب سكريبت وهتفيدنا بإيه وليه بنحبها وبنفضلها في المشاريع الكبيرة عن الجافا سكريبت.